عروسة جديدة ودايما قلقانة ومتوترة. حياتك في الفترة دي عاملة زي ما تكون عبارة عن قلق ماشي على الأرض، بس ما كنتش متخيل ان القلق ده ممكن يأثر عليكي بشكل جسدي. في الحقيقة معروف جدا ان ممكن القلق والتوتر يظهر على الإنسان بصورة جسدية، بس لما يبتدي القلق ده يأثر عليه في حياته وبشكل ملحوظ هنا هنقف. من اشهر الحاجات في النساء اللي بيسببها القلق والتوتر، وخصوصا لو عروسه جديده، هو التشنج المهبلي، وخصوصا من كتر التصورات اللي ممكن تقعدي تتخيليها. انا دكتور احمد بدر الدين، وهنتكلم عن كل ما يخص التشنج المهبلي. التشنج المهبلي او ما يعرف باسم الفاجينيزمس هو حاله منتشره بين عدد من الفتيات والسيدات اللي فيها بتحس بالقلق وانقباض شديد في عضلات المهبل وعضلات قاع الحوض بشكل لا ارادي. والتشنج وتقلص العضلات ده بيسبب الم وازعاج اثناء الجماع وزياده الاجهاد والتوتر، وفي بعض الأحيان ممكن يكون الجماع مستحيل، وبالتالي بيأثر بشكل سلبي على الحياة الزوجية والنفسية، وهيدخلنا في دوامة لا غنى عنها. التشنج المهبلي نوعين. النوع الأول ده بيحصل للمرأة خلال الفترة الأولى من الزواج، والتاني ممكن يحصل للمرأة في أي فترة من فترات حياتها حتى لو مر سنين على الزواج، وهنا غالبا بيكون بسبب الإصابة بعدوى أو بعد الولادة أو انقطاع البريود أو بسبب الإصابة بمرض ما. وزي ما قلنا هو حالة نفسية وجسدية، يعني مش جسدية بس، واللي بيأكد كده إن السبب الجسدي مش منتشر، إنما النفسي هو أكتر حاجة منتشرة. عشان كده لما بنيجي نعالج الموضوع ده هنستهدف العلاج الجسدي والعلاج النفسي الاتنين مع بعض، وخاصة لو حصل أي عمليات في المنطقة دي قبل كده زي عملية الختان. عشان كده طبعا الختان ممنوع منعا باتا، بالاضافه للفكره العامه المنتشره ان المكان ده مش هيستوعب العضو الذكري، وغيرها من المشاكل الجسديه والنفسيه بالخصوص اللي ممكن تكون موجوده عندك وانت مش واخده بالك منها. اول حاجه الدعم النفسي من كل اللي حواليكي مهم جدا في الفتره دي عشان تخلصي مرحله العلاج. بس ما تقلقيش، في علاجات كتير للمشكله دي، منها استخدام موسعات او دايليتورز، ودي بتستخدم عشان نشوف هل المكان ده هيتسع العضو الذكري ولا لا. بس الموسعات دي مش منتشره في مصر، موجوده اكتر بره مصر، وبنستخدم مكانها ابليكيتورز اللي بتيجي مع كريمات الالتهابات المهبليه. تاني حاجه ممكن نستخدمها حاجه بتساعد في انزلاق العضو الذكري، ده زي الجل، وده بيسهل وبيقلل الالم والوجع. تالت حاجه وفي كتير من الناس بتستخدمها زي الحاجات اللي بتبنج المكان ده، ودي ما انصحش بيها تماما ولا بشجعها لانها بتضر مش بتفيد. في ناس كتير جدا تيجي تقول لي بنجني يا دكتور، خلي العلاقه تحصل، بس انت كده خرجت من مشكله نفسيه دخلت في مشكله نفسيه تانيه، وهي انك مش هيحصل علاقه غير لما تكون متبنجه وبعدنا عن المشكله الاساسيه اللي لازم تبحثي عنها وتعالجيها. رابع حاجه ممكن نستخدمها، وهي مش في الحقيقه الرابعه، هي لازم تمشي بالتوازي مع كل اللي فات، هو اللجوء لدكتور نفسي بيحاول يتكلم معانا وبنحاول نعالج المشكله حصلت قبل كده خلتك رافضه وغير قابله للعلاقه الجنسيه، زي حوادث التحرش وخلافه. هنبحث عن اصل المشكله جايه منين. الحل الاخير هي اللي بنلجا له هي حقن البوتوكس. هتقولي لي هي حقن البوتوكس ممكن تستخدم هنا كمان؟ هقول لك اللي ده بتساعد على تخفيف التوتر والتشنج في المنطقه وزياده مرونه العضلات. ما تنسيش ان في الاول والاخر في جانب نفسي لازم نهتم بيه عشان كل ده يجيب نتيجه، يعني الدعم الناتج من كل اللي حواليكي، وانك تحاولي دايما تهدي من نفسك والتوتر اللي فيه وتقللي دايما من كل تصوراتك ومخاوفك، هي اهم طرق العلاج. شكرا ليكي.